What are you doing? I'm eating cake. But it's not fasting. It does. It's fasting. It's 100% vegan. Are you sure? Yeah, sure. Okay, thank you. It's mine. My cake. Where are you going? هلحقها عشان خدت الكيك بتاعتي، بس انتوا خليكوا اسمعوا الفيديو للاخر. اول حاجه هنعملها في الكيك بتاعتنا عشان هنسيبها حوالي 10 دقايق مع نفسها كده يتفاعلوا مع بعض. انا دلوقتي هشتغل كيميائيه، مش عارفه ازاي. هنحول اللبن الصويا ميلك هنحوله لبادر ميلك. سهله جدا. هتجيبي الخل وتجيبي الصويا ميلك تحطيهم على بعض. دول معلقه كبيره خل او معلقتين صغيرين زي ما تحبوا مع بعض. بصوا شايفين هم اوريدي ابتدوا يتفاعلوا. البيض الصيامي هتعملي ازاي البيض الصيامي؟ هتجيبي علبه حمص جاهزه من السوبر ماركت من اي مكان وتفتحيها وتصفي الحمص وتاخدي نص كوبايه ميه من ميه الحمص. وبعدين نعمل ايه؟ هقولك. تعالي بس افتحها وبعدين اقولك نعمل ايه. هاخد ميه الحمص الاقوى فابا، مش هرمي الحمص، انا هشيله هستخدمه في الكشري. وهاخد الميه، هاخد من حمض الترتار او كريمه الترتار. لو عايزين تعرفوا انا بجيبه منين ابعتوا لي، هبعت لكم صورته او بحط لكم صورته تحت. دلوقتي انا هضربهم مع بعض، بس مش هضربهم كتير، انا هضربهم لحد ما يعملوا فوم زي وانتي بتضربي اللي هو الايج وايت اللي هو البيض الابيض وانتي بتضربيه مع بعض من غير الصفار. هو هيبقى زي كده بالظبط، بس بليز ما تضربوش كتير، هنعمله بس فوم. شايفين ده شكل حمض الترتار والميه الحمص لما عملتهم مع بعض؟ بجد كاني ضاربه ايج وايت مع بعض حقيقي، ومش عاملين ريحه. يعني انتي مش هتحسي ان ميه الحمص مغيره اي حاجه، هي فعلا ملهاش ريحه خالص. ما تقلقيش، استخدميها على ضمانتي. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي زبده صيامي، لو ما عندكيش فيجن باتر او زبده صيامي مش مشكله، حطي مقدار الزبده، حطيه كله زيت. انا حاطه نص كوبايه زبده اللي هو القالب دوت بالظبط نص كوبايه مش اكتر، يعني ما تقلقيش استخدميه من غير ما توزنيه، ده نص كوبايه. انا هحطه كده وهحط نص كوبايه زيت، بس لو ما فيش زبده صيامي حطي كله زيت، بس طبعا لو متاح هتبقى احلى كتير. الزيت والزبده مع بعض جوه الكيك بيدوا طراوه ونعومه حلوه قوي، هما الاثنين اصحاب، فبليز ما تحرموهمش من بعض، خليهم مع بعض جوه صينيه الكيك. حطيت كل كميه السكر بتاعتي، هضربهم حوالي من دقيقتين ل3 لحد ما يبقوا ناعمين قوي كده فلافي مع بعض. وبعد كده ابتدي احط البيض الصيامي بتاعي. انا مش مقتنعه ان هو ميه حمص، ده بيض، اقتنعوا زي. هحط معلقه وكان شايفين ده شكل الزبده والزيت والسكر لما اختلطوا مع بعض، اختلطوا من حوالي دقيقتين ل3 دقايق. حط البيض بتاعي، هحط معلقه وهو شغال. هحط معلقه فانيليا، هحط معلقه صغيره او نص معلقه كبيره. انا لو قلت ان الحاجات دي صيامي انتوا هتضحكوا عليا صح؟ مش هتصدقوني، بس ده صيامي. هبتدي اضيف اللبن بتاعي، هضيف نصه واضرب، بعد كده احط الباقي. دلوقتي دي المواد الجافه بتاعتي مع بعض. لو فاكرين انا بقى دلوقتي همتحنكم، لو فاكرين انا عندي دقيق متعدد الاستخدامات، انا حطيت معلقتين كبار نشا عشان احوله لدقيق كيك، وهنا برضو حطيت كميه البيكنج باودر. احط شويه شويه وما تضربيش كتير، هنعمل حبه صغيرين جدا عشان ما نفعلش الجلوتين جوه الدقيق. احط نص الكميه واضرب، بعد كده احط بقيه الكميه بتاعتي. خلصت الكيك بتاعتي جاهزه ان انا احطها في الصينيه ادخلها الفرن. شايفين القوام والنعومه. انا هحطها في 3 صواني عشان انا عايزه اعملها تورتايه، بس لو انتي مش عايزه تعمليها ولا تزينيها حلو قوي حطيها في صينيه عندك مقاس متوسط وحطيها ودخليها الفرن. لكن لو عايزه تعمليها او تقسميها وتعمليها كيك، لو حد عندكم صايم وعيد ميلاده اعملوا زي ما انا هعمل. انا هعمل ايه؟ جبت الصواني بتاعتي كلها، جايبها كلها مقاس واحد. هسبراي كل الصواني بتاعتي واحطهم على اجزاء متساويه وبعد كده ادخلهم الفرن. هحط ورق زبده بعد ما حطيت الزيت، هحط ورقه الزبده عشان لما اطلعها تطلع بسهوله. المعياريه بتاعتي وهقسمهم بالظبط على 3 صواني. دلوقتي الكيك بتاعتي جاهزه ان هي تدخل الفرن على درجه حراره متوسطه لمده من 35 دقيقه ل 40 دقيقه حسب الفرن بتاعك، بس ما تعلوش عليها، خلوا النار متوسطه. بتاعتي طلعت من الفرن، مش قادره بجد اوصف لكم قد ايه هي ريحتها حلوه. انا يعني مبسوطه قوي. شايفين المنظر؟ احطها هنا بس تهدى. تاني واحده فانيليا كيك صيامي من غير بيض ولا من غير لبن، وشوفوا المنظر. شايفين
الكيك طالعه ولا غلطه. عملت بيض صيامي في البيت، عملت باتر ميلك في البيت صيامي، وكل الانجريدينت انا عاملاها صيامي. وشايفين الحلاوه، شايفين؟ وهعمل احلى تورتايه باحلى فانيلا كيك. انا مجهزه الباتر كريم بتاعي وهزين بيه الكيك. لو انتوا عايزين طريقه الباتر كريم ابعتولي وانا اعمله معاكم. الامريكان فيجن باتر كريم ولا غلطه. حط الكريم. انا بحب اعمل بالقمع عشان يبقوا كلهم مقاس واحد. حط تاني رقاق كيكه. الكيك الصيامي بتاعتي خلاص خلصت، جاهزه ان احنا نقطعها. واو، شايفين الطبقات؟ حاجه فاخر من الاخر وصيامي متنسوش.